انه حاجه و70% من الامراض سببها ستريس. وستريس مش معناه ان هو انا باجي بروح اجيب العيال من المدرسه، لا انا مش عارفه اطبخ. نو، ستريس يعني معناها overwhelming myself، يعني معناها ان انا في زياده من الهم شيئا. عشان كده المقصود السعاده ان اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. ايه الفرق بين الهم والحزن؟ الهم هو ان انا ابقى قلقان على المستقبل وعندي انزايتي على المستقبل، طب الولاد، طب العيال، طب امي، طب انا مش عارفه ايه. هم على المستقبل، وكأن دي الطبيعه البشريه. والحزن يعني العيش في الماضي، اعيش في التروما بتاعتي، او اعيش في اللي حصل لي. طب لو ما كنتش اتجوزت فلان كنت اتجوزت فلان الاولاني كان زماني كان احسن. لو ما كنتش سبت الشغل كان زماني كنت مش عارفه دلوقتي عامله ازاي. لو كنت درست وما كملت كان زماني. ده اسمه الحزن. والشيطان بقى يحب يلعب في الحتتين دول، الهم والحزن، بحيث ان هو ما يخليكيش بريزنت. كلمه بريزنت دي اللي هم ابتدوا دلوقتي نيو ايج سبيريتواليتي يتكلموا عنها، ايكارت تول والكلام ده، بقت حاجه صعبه قوي ان الواحد يوصل لها. يعني ايه ابقى في الوضع الحالي مش حاسه باي مشاعر، او يعني ايه ابقى بس في الان زي ما بيقول لك يعني، وقتها صعبه جدا.